بص يا صاحبي، في لحظات كده في حياتنا بتحس إن الدنيا قافلة من كل اتجاه، والمشاكل بتزيد، الهموم بتتراكم عليك، والدنيا سودة، وتحس إنك غرقان في بحر ملوش قرار، وبتحاول تطلع ومفيش إيد بتتمد ليك. ساعتها وبيبقى طبيعي برضه إن أنت تسأل نفسك، هو ليه كل ده بيحصل؟ هو فين ربنا من اللي أنا فيه ده؟ بس تعالى نرجع خطوة لورا ونفكر في الجملة دي. لا تفكر في صعوبة الظروف، ولكن فكر في قوة خالقها. يعني بدل ما تقعد تبص على حجم المشكلة، بص على اللي خلقك وخلق المشكلة، اللي قادر يغير حالك في لحظة. بدل ما تقعد تحسبها بالعقل وتقعد تقول أنا مش هعرف أعدي اللي أنا فيه ده، افتكر إن ربنا قال إن مع العسر يسر، مش بعد العسر. يعني أنت وأنت في قلب المشكلة في خير جايلك، في فرج بيتجهز لك. بس اصبر وصدق. عارف لما الدنيا كلها تبقى ضدك وتكتشف ان في حاجة بسيطة حصلت لك غيرت حياتك، شخص ظهر لك في الوقت الصح، وكلمة سمعتها غيرت تفكيرك، فرصة جات لك من غير ما تتوقعها، كل ده مش صدفة. ده ربنا بيقول لك انا معاك ما تقلقش. بس خليك فاكرني، في ناس لما يلاقوا الدنيا بقت صعبة عليهم بيبعدوا عن ربنا، ويقول لك هو لو كان بيحبنا كان حصل لنا كده. بس الحقيقة إن ربنا بيحبك، عشان كده هو بيختبرك، هو مش بيعذبك، هو بيحضرك لحاجة أحسن وأكبر. كل وجع أنت بتمر بيه بيكون زي تمرين كده بيقوي عضلة صبرك. لو كل حاجة كانت سهلة كنا كلنا بقينا ضعاف. مفيش حد في الدنيا دي كلها يا أبو حميد نجح غير لما يقع الأول ويتوجع ويقوم تاني. وعلى فكرة اللي بيقوم ده مش بيقوم بقوته، ده بيقوم بتوفيق ربنا. فكل ما تحس انك وقعت والدنيا ضاقت بيك، افتكر الجملة دي. ما تبصش لصعوبة الدنيا، بص لقدرة خالقها. عشان كده لما تفتكر قوة اللي خلقك هتطمن وتعرف اللي انت فيه ده مؤقت. بس انت اصبر وخليك بس كده واثق في ربنا.